لو بتواجهك المشكلة دي مع التكست في برنامج الإلستريتور فحلها سهل وبسيط جدا. ساعات وانت شغال على برنامج الإلستريتور بتبقى عندك في التصميم بتاعك أكتر من تكست موجودين مع بعض، في منهم ساعات حاجات بتبقى اوفرلابنج حاجة تانية، بمعنى آخر إن أنت مثلا ممكن يبقى في تكست منهم محطوط فوق واحد تاني، فلما تيجي عاوز تسلكت أو تحدد التكست اللي تحته لازم إنك تسلكت التكست اللي فوق وبعد كده تحركه، بعد كده تعرف توصل لتحت، ولكن ده موضوع رخم جدا، ولكن في نفس الوقت الحل بتاعه سهل وبسيط جدا وبضغط الزرار. كل اللي علينا ان احنا نعمله ان احنا بنفتح قائمه preferences من الالستريتور عن طريق ان احنا بنعمل كوماند اوكي او ويندوز اوكي على حسب نظام التشغيل بتاعك. بعد كده بنروح على الاوبشن بتاع تايب اللي هو خاص بالتكست عامه، بعد كده بنلاقي هناك تشيك بوكس موجود بيبقى مكتوب جنبه تايب اوبجكت سelection باي باث اونلي، يعني من الاخر عشان تحدد اي تكست كل اللي عليك تعمله ان انت بس هتضغط على التكست نفسه مش المحيط الخاص بيه. بعد ما فعلنا الاوبشن ده هنضغط اوكي وبس كده، الموضوع سهل وبسيط والحل. فلو عجبكم المحتوى اللي انا بعمله ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، في نفس الوقت يوصل الفيديوهات للناس المهتمه بيها، وبس كده.